فك الالغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. عدنا ليكم بترند اليوتيوب، هنكشف الالغاز، والنهارده جاي لكم بمفاجأة قوية جدا جدا جدا. ويعني انا عايزكم تعرفوا بس ان انا هيبقى ان شاء الله اول واحد اتكلم على اليوتيوب على النقطة اللي انا هقول لكم عليها النهارده دي باذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو، متشكر على دعمكم. اتمنى تدوس بس لايك، تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتي، وتوصلوا الفيديو ده 100 لايك، يبقى كده فل عشان نوصل 50,000 مشترك باذن الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدا باللي حصل امبارح. والله يا جماعه امبارح صحينا على فتوى من الحاجه سعديه، وهي طلعت على المنتدى وحطت ادعيه، بدل ما كنا فاكرينها ان هي ادعيه لبدايه اليوم، ادعيه للهدايه، ادعيه لتوفيق الحال بين الاخوات وبعضها، لقيناها ادعيه بالسب والشتم والخوض في الاعراض من الحاجه سعديه على طبعا محمد ابنها وعلى الاء مراته. طبعا حاجه وحشه جدا، وبالذات من الحاجه سعديه، المفروض الحاجه الكبيره، وحاجه تبين لك فعلا نيتها ان هي عايزه يبقى في خراب للبيت لا قدر الله. مع اني محمد اثبت امبارح بالدليل القاطع، امه كانت متهماه ان هو سرق ذهبها وسرق فلوسها وهرب مع الاء بره. هو محمد طلع امبارح بفيديو واثبت بالدليل القاطع، وكلنا شفنا الفيديو ده. صور ليله العيد لما امه الحاجه سعديه كانت لابسه الغوايش في ايديها الاتنين، وطلع وعمل سكرين شوت بيها، وطلع وقال ان انا ما سرقتش حاجه وغوايشها اهي، ويعني كل حاجه موجوده، وان ده بس ما هو الا رمي بلا على محمد وآلاء، وعايزه تكشف ان هم غلطانين بالذوق بالعافيه. بس بالرغم ده كله، انا بالنسبه لي صعبان عليا قوي الحاجه سعديه. طب صعبان عليك ليه؟ صعبان عليا عشان الحاجه سعديه اصلا ما بتعرفش تقرا ولا بتعرف تكتب ولا بتعرف تفكر من دماغها. امال مين اللي بيقول لها؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي قال لها الكلام ده ابليس. اظن انتوا عارفين مين ابليس من الفيديو اللي قبل اللي فات. وطبعا هي لا حول ليها ولا قوه الا انها بس بتطلع بتقول الكلام المطلوب منها بس. وبصراحه بعد رد الحاج جابر، الرد الاخير بتاعه اللي انا هقول العنوان بتاعه الرد السلبي، لانه ما طلعش ولا اي حاجه ايجابيه يتبني عليها اي حاجه انها تهدي الموضوع. لا، هو طلع قال ان الست الحاجه سعديه اعذروها لان هي قلبها محروق على ابنها، بالتالي الغلط هيزيد اكتر. ليه؟ لان الانسان لما ما يلاقيش حد بيوقفه ويلاقي ان الدنيا مباحه ليه، لا، الغلط هيزيد اكتر واكتر. بالعكس، الموضوع كده مش هيهدى ولا هيعدي على خير. جينا لاهم نقطه النهارده، اللي انا يعني اتمنى الفيديو ده باذن الله يبقى عليه مشاهدات عشان يوصل لكم، اللي انا اول واحد قلت النقطه دي. انا اهو بعلنها من مكاني هنا النهارده باذن الله الاربع، بعلنها بكل وضوح. انا متوقع باذن الله الموضوع ده كله هيبقى طالع فعلا من عيله حوارات ومشاكل، ان ده هيبقى حوار هم عاملينه مع بعض، وهم عايزين يزودوا قناه الحاجه سعديه اللي هي قناه ام محدد الحدود، وعايزين بس يفعلوا القناه بتاعتها، وعايزين يزودوا المشاهدات ليهم، وعايزين يزودوا القنوات بتاعتهم تدريجيا مع بعض هما الاثنين. بس انا بقول لكم، انا اول واحد قلت الفكره دي، وقلت ان ده ممكن يبقى اتفاق ما بينهم، وانا بكررها تاني، لو ده اتفاق ما بينهم يبقى بصراحه العيب على المشاهدين، مش هيعملوا انفولو او الغاء متابعه للقنوات بتاعتهم، لان ده يبقى عيب على الساده الجمهور، وطبعا على الساده المشاهدين، لان ده كده يعتبر ضحك على العقول، وان فعلا عيله حوارات ومشاكل بيلعبوا على عقليه الجمهور، ومن الاخر بياكلوا على عقلهم حلاوه. طب هتقولي انت حاسس ليه؟ لاني حمدي طلع قال ان هيبقى في مفاجاه هتقلب اليوتيوب، وهم فعلا سافروا، محمد وآلاء سافروا تركيا تاني ورجعوا تركيا، وانا بتوقع اهو ان هم هيتجمعوا مع بعض في اسبوع بنت حمدي ووفاء اللي هي مسك. متشكر انكم وصلتوا لاخر الفيديو. تنساش زي ما بقول لك اللايك والاشتراك بتاعك، وهتابعكم اول باول. اي فيديو هينزل، فيديو محمد الحلوس هيكون سابقه. محمد الحلوس بيقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.